رحت لبلبن الساعه 12 ونص بالليل، وبعد مرور شهر كامل من الفيديو اللي عملته عن بلبن وقلت فيه ان بلبن بيتعمد ياخر الناس علشان يعمل زحمه قدام المحل. ناس قليله زعلت وقالت لي في الكومنتات تلاقيك رحت في وقت زحمه، تلاقيك رحت يوم خميس، وناس تانية كتير قالت لي انت معاك حق واحنا بنعاني من كده. اهو رحت الساعه 12 وربع بالليل علشان اجيب طلب، وزي ما انتم شايفين في برضه زحمه، وفي ناس من الناس دي، في اللي قال لي انا بقالي ساعه، وفي اللي قال لي انا بقالي نص ساعه مستني الاوردر بتاعي، لدرجه ان في ناس من الناس اللي واقفه دي زهقت من الزحمه ونفسها تمشي، بس هي مش عايزه تمشي عشان قطعت من الكاشير ورقه الاوردر، فمش عايز طبعا الفلوس تروح عليه. انا هنا اتاكدت ان الناس فعلا بتحب الهيص، في زحمه هنا يلا نروح. ده فعلا نوع من الماركتنج بيستخدمه بلبن. من ضمن الحاجات اللي اكتشفتها برضو ان الناس بقت ما بتحبش الراي الاخر، يعني زي بلبن كده هو اللي عليه الضجه وكل قال حلو، ليه انت ما تقولش حلو؟ قول حلو معاهم. ده مجرد رايي الشخصي، وناس كتير اتفقت معايا عليه، وناس قليله جدا قالوا عكس كلامي. الناس دول هم اللي متابعين الناس اللي مدفوع لها، اللي بتشوف لهم فيديوهاتهم على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب والكلام ده. وبالمناسبه في المره الثانيه دي برضو والله ما عرفت اجيب وما رضيتش اجيب. سلام.